أهلا بيكم من الطبيعة الجميلة ونتكلم نقول شوية وش كده على الطاير. الحقيقة الحاجة اللي كنت بفكر فيها الأيام اللي فاتت وبقول بسأل الناس عليها انتم مبسوطين ولا لا. والحقيقة لقيت ان معظم الناس برغم ان هي بتتكلم جواها بعض مشاعر الحزن او بعض مشاعر الوجع لكن هي قادرة تنتج وقادرة تعمل شغل كويس وقادرين يتغلبوا على الحاجة دي، على المشاعر دي، وقادرين يعيشوا يومهم وقادرين ينبسطوا وقادرين يغيروا الحاجة اللي مش عاجباهم او يقبلوا الحاجة اللي مش عارفين يغيروها، عارفين يستمتعوا شوية بالحياة. وقعدت فكرت يعني ايه هي سعادة. ده هم جواهم وجع كبير، ده هم عندهم حزن مش قليل. ايه اللي بيخليهم قادرين يعملوا ده؟ وهنا كان اكتشاف كبير ان السعادة هي حالة ذهنية. حالة ذهنية يعني هي أفكاري وطريقة تفكيري وطريقة تغلبي على المشاعر السلبية اللي جوايا، طريقة قبولي للحاجة اللي أنا مش قادرة أقبلها أو مش عارفة أغيرها، طريقة يعني حياتي كلها اللي فيها معنى ورسالة. هو ده اللي بيخلي السعادة. يعني إذن السعادة ما هياش مجموعة من المشاعر بس اللي تخليني أحكم على نفسي أنا مبسوط ولا لأ، أنا سعيد ولا لأ. دي السعادة هي حالة ذهنية. وده التعريف الجديد لدراسة كبيرة اتعملت عن مفهوم السعادة. اكتشفوا ان السعادة مش مشاعر، جزء منها مشاعر لكن الأغلبية هي حالة ذهنية بتقول المخ بيعبر بيها عن شكره وامتنانه ورضاه عن حاجات كتيرة حصلت وقبوله لحاجات كتيرة ما كانش عايز مش عارف يغيرها لكن عنده استعداد يقبلها. إذا السعادة هي حالة ذهنية، وبجانب الحالة الذهنية ده المعنى اللي بيحطه مخي لحياتي، المعنى اللي أنا بشوف فيه نفسي ليا قيمة وقادر أنبسط وقادر أغير وقادر أكبر وقادر أكبر وقادر أفرح. المعنى ده يعني السعادة الحالة الذهنية والمعنى هما اللي بيتسموا يعني إيه سعادة. ما احكمش على مشاعري في اللحظة دي ان انا لا انا مش سعيد لمجرد اني عندي وجع من حاجة معينة او مشاعر سلبية، لاني السعادة في مجملها هي اكبر من دي، اكبر من مجموعة من المشاعر. على فكرة اللي عندهم الحالة الذهنية دي والمعنى لحياتهم بتقابلهم لحظات وجع كتير وبتقابلهم لحظات حزن أو مشاعر سلبية أو حتى بتهاجمهم أفكار سلبية، لكن اللي هيفضل دايما المحك هي طريقة الخروج. أنا عارف أطلع من ده، عارف أتغلب على ده، عارف أعيش يومي وحس أنا مبسوط، عارف أنتج، عارف مقفش عند النقطة وأقول لأ حياتي هي انتهت. ده مفهوم السعادة. ولذلك لقيوا ان السعادة لا تعتمد من الدراسات اللي اتعملت، لا تعتمد على الفلوس ولا على المكان اللي انت عايش فيه ولا عن خبراتك ولا دخلك ولا ما تمتلك ولا اي حاجة. الحالة الذهنية بتاعتك وطريقة تفكيرك والمعنى اللي انت مديه لنفسك ولحياتك هما اللي هيخلوك سعيد او لا. عندك استعداد تبتدي من النهاردة تفكر بطريقة مختلفة وتفكر ان انت ليك معنى وليك رسالة، تفكر انك قادر تغير وقادر تقبل اللي انت مش هتقدر تغيره في حياتك، قادر تتغلب على كل الصعاب اللي انت واجهتها او على الاقل تطلع منها بحاجة ايجابية. لو قدرت تعمل ده يبقى انت انسان سعيد، قادر تنتج وقادر تفكر لبكرة وقادر تحلم بيه وقادر تستمتع بيومك وقادر تعيش لنفسك ولغيرك وقادر تقدم خدمة للناس. وبيقولوا كمان ان العلاقات هي اللي بتخلي الناس تقدر تتقوى. قرب من ناس تقدر تحمل معاك نفس المفهوم عن السعادة اللي هي طريقة الحالة الذهنية. ما تقعدش مع ناس سلبية وبنتكلم طول النهار في كلام سلبي وكلام ملوش ما بيكبرش ونقول احنا مش مبسوطين.
لا، لو قعدت مع ناس تقدر تتكلم معاها بإيجابية ويقدر يقولك هتعدي، هنقدر نكمل، احنا نقدر نتغير في ده، نقدر نتعلم من ده، نقدر نكبر في ده، الحالة دي هتخليك انت سعيد والناس كمان اللي حواليك سعد. ما تستسلمش المشاعر السلبية اللي جواك، ما تستسلمش ان انت محبط اللحظة دي، ما تستسلمش ان انت مش عارف تغير، لان انت قادر بطريقة تفكيرك وبالمعنى اللي هتديه لحياتك. شكرا.